بسم الله الصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وش أحوالكم أحبابي حبوباتي؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب. جبت لكم اليوم وصفة سهلة وخفيفة ونعملها لولادنا ولضيافنا وعلى أهلها ولي من نوع اللي الإنسان اللي يحتفلوا برأس العام. وصفة كي لابيش تجي والتزيين انت والإمكانيات اللي عندك. نحطوا نبداو المقادير تاع الوصفة تاعنا. نجيبوا كسرونة ونحطوا فيها زوز كيسان ونص تاع حليب، نزيدوا لها 3 مغارف سكر، ونزيدوا لها زوز مغارف كاكاو، وزايد 4 مغارف تاع نشا، ومن بعد من تما نحطها على النار مع التحريك المستمر نقعدو نحركو هكذاك، أن يغلي الخليط جيدا، ثم نزيدولو نحيوه الصح على النار، ونزيدولو واحد 100 غرام تاع شوكولا، ونزيدو ومغرف زبدة، ونزيدو نرجعوه على النار. نخليوه نرجعوه على النار تذوب الشوكولا، ونخليوه يبرد هاكا قسمة شوية، ونجيبو البسكويت تاعنا، والطريقة هاي قدامكم. نعملو الخليط تاع الشوكولا والحليب والنشا والكاكاو ما بين كل حبة وحبة كيما صورت لكم. هاي باينة الطريقة سهلة، إن شاء الله تعجبكم يا رب، وإن شاء الله تدعموني بالاشتراك يا رب. وين حبيبتكم وبنت بلادكم، وما نبخل حتى واحد وما تبخلونيش بالاشتراك حبوباتي الغاليين. ناسي وأهلي وأحبابي. ماذا بيا الفيديو هذا يتبارطاجا ويشوفوه الناس كل. ماذا بيا اللي يشوف الفيديو يبارطاجيه وينعتو لحبابو وينعتو لصحابو، وإن شاء الله ويدعموني. إن شاء الله تدعموني كل في لي باج تاعكم وفي لي جروب، كاش من اللي عندها جروب تديرني في الجروب. تشجعني كومنتير مليح، لايك مليح. حبايبي نحبكم نموت عليكم. الوصفة هاي على عينيكم وقدامكم. ومن بعد كي نكملو احنا القاطو هكذا كيما كيك نستفوه الكعبة الحبة عند الحبة. الخليط هذا اللي يبقى من في الكسرونة هذا نجيبوه ونصبوه فوق القطوة هذيك كاملة، ودوك تسمى ونحرك ونديروه كيما نقولو حنا الحاشية منا نديرو لها الشوكولا بالخليط هذا، والحاشية هذه كيف كيف نحطو لها الخليط دوك نسمى راني مصورت لكم الطريقة كيف نشرح لكم فيها دركا، ومن بعد كي نحطو لها الخليط هذا فوق منها نعقبوه طول الفريجيدار يا البنات يجمد يبرد، مش يجمد يبرد باه الشوكولا تجمد. الخليط هذاكا يكون متماسك كيما هاك تشوفوا، ونصبوا الخليط فوق منه، ومن بعد نروحوا كي يبرد مليح تشوفوا بعينيكم برد، نروحوا نديروا لها نذوبوا لها الشوكولا للتزيين. للتزيين من بعد كي تجمد تديرها كيما هكا من هنا من جناب ومن جناب، كي تحطها تجمد في الفريجيدير تخرجاها. تكون بردت وجمدت ولصقت تخرجاها، وتجيبي 100 غرام تاع الشوكولا مع 50 غرام كريمة شونتي، ولا تحبي تذوبي الشوكولا مع شوية تاع حليب وتزيدي لها مغرف زيت كيما درت أنا كيما هكا، وتصباها فوق منو، والتزيين اختياري. واش اللي عندك كاوكاو، عندك بيستاش، عندك ديسير، عندك فريز، واش تحبي تزيني تجي كي لابيش تجي ملاحة كاري وتقصاها وتجي لوغو تاعها ما شاء الله يا البنات. ما شاء الله. راني صورت لكم التزيين اختياري، انا راني فتت شوي تاع الكاطو هادوك وزينت بيه من الفوق. حبيت نجربها ما حبيتش نخسر. نجربها اسكو تجي ملاحة لا. كي ذقتها لقيت لوغو تاعها مليح. نهار اخر البنات نحب نزينها من الفوق بالبنان ولا بالفراز ولا نزينها ولا بالبيستاش. ان شاء الله تعجبكم، وتهلاو فيا الحباب بالاشتراك ولي كومونتير ولي جيم وتفعيل الجرس باه يوصلكم كل جديد تعمله فضيل.